بسم الله. اول كارت للسرطان بيقول بداية جديدة للسرطان. السرطان النهاردة بيبتدي بداية جديدة، عندك انفراجة، عندك بداية، عندك بشارة للسرطان، كمان في انفراجة للسرطان، ولكن السرطان يكون حذر جدا لان في افعى لف على مولود السرطان. الافعى النهارده مش علاقه سامه قد ما هي علاقه متلويه، علاقه فيها خداع، فيها نفور، فيها نفاق اسفه، فيها خداع، فيها مراوغه، علاقه انت شايف الجانب الطيب فيها. عارفين الافعى اللي بتلف على رقبه صاحبها؟ هي دي. السرطان بيحاول يصلح اخطاء او مشاكل وعنده حسم امر، ولكن في افعى عماله تتمسح وتتقرب منك. طيب السرطان بيقول لك برغم الدوشه والمشاكل اللي عندي والصراعات اللي انا فيها، ولكن بحاول اكون حاسم في قراراتي وعندي افكار كتير. بعض الافكار او المتاعب او الامور الهامه اللي بيفكر فيها السرطان، وفي نفس الوقت بيحاول يوازن الامور. طيب السرطان بيبعد عن علاقة ما، في تراكمات عندك يا السرطان، وفي علاقات أذتك أو في أشخاص أذوك وانت بتتجاهلهم أو بتدي لهم ظهرك وتمشي أو بتبعد عنهم الفترة الجاية. شايفة ان انت بتاخد جنب لوحدك كده شوية يا السرطان. السرطان بيحاول يقارن او يوازن بين امرين او شخصين. انت هنا مخير بين شخصين، انت مخير بين امرين، انت محتار في قرار، بتسعى ان حد يكلمك او يتناقش معاك انك تحل مشكلة او انك ازاي تحل المشكلة دي. يعني ممكن تستعين بحد تسأله او تاخد رأيه في شيء يخصك. السرطان قلبه زعلان جدا بسبب كلام اتعرض ليه. للأسف السرطان ممكن يكون اتعرض لخيانة أو ظلم، ندم انه ارتبط بشخص ما في وقت من الأوقات. على فكرة هو ممكن يكون ندم على علاقة قديمة مش علاقة حالية، يعني ممكن يكون ندم انه حب شخص في الماضي. ليه؟ الشخص ده كسر قلبه أو ظلمه أو أذاه أو أساء ليه أو خانه أو شوه صورته، حاجات كتير قوي. طيب دلوقتي لا، هو بيحاول يوازن اموره، بيحاول يبعد، بس السرطان يعني مظلوم من اشخاص من ارض بيته او اشخاص من عيلته قالوا فيه ما ليس فيه. اتهموك يا السرطان، الديابه بتنبح وراك، ناس بتتكلم عليك، ناس بتتكلم عنك، وللاسف دول اهلك او العلاقات القوية بتاعتك او الناس اللي عارفة حياتك بشكل كامل. طيب السرطان شايفاك في عزلة شوية، محتاج وقت شوية، محتاج راحة شوية، بتهرب بالنوم، مش حابب تتناقش. خلي بالك عصبية السرطان وصوته العالي وغضبه المستمر ده وراه متاعب او وراه بوابة تعب، بوابة ارهاق. يعني ايه برضو؟ يعني السرطان ده رد فعل طبيعي للضغط النفسي اللي هو فيه. لما تلاقيه صوته عالي، لما تلاقيه عصبي، لما تلاقيه غاضب دايما، بيغضب بسرعة، بيتضايق بسرعة، بينام فترات طويلة، ده هروب من الواقع اللي هو فيه، وبيطلعه على الشكل اللي احنا شايفينه ده، عصبية ونرفزة وخنقة وضيقة أو حاجات دي بتكون تراكمات عند السرطان. طيب السرطان عندك شخص راجع ليك مرة أخرى، يا إما شخص بيرجع لك مرة أخرى، يا إما أنت بترجع لشخص مرة أخرى. طيب شايفة ان هيكون عندك عروض او فرص او توازن خلال 4 اوقات. اكتمال امر للسرطان، رجوع علاقة للسرطان كان حاسس بعدم الراحة في غيابها او بعدم الاستقرار. كمان عندك انفراجة مالية يا السرطان بفضل الله، انفراجة مالية لمولود السرطان او مبلغ مالي جاي لك يا السرطان خلال وقتين. طيب كمان السرطان هنا العلاقة بينك وبين شخص ما فيها فجوة او فيها ظلم او فيها بعد. انت قررت تدي شريكك بلوك، قررت تديله ظهرك وتمشي، قررت تخرج من العلاقة دي. العلاقة دي كان فيها اطراف بيحاولوا يخربوها، وخصوصا امرأة السرطان كان في غربان في العلاقة، كانت علاقة سامة او علاقة فيها مؤذيين، وخلى امرأة السرطان تاخد قرار بالبعد او الانفصال لانها مش هتقدر تكمل على الوضع ده.
الشريك هيحاول يراضي مولود السرطان بقدر الامكان، بس ده مش للناس اللي عندها علاقة ثلاثية. والله كلامي غير صحيح ابدا. يمين انتي تعالي قايله ما تسمعوهوش يا روحي. مين قالك اسمعيه؟ مين قالك اسمعيه يا عمري؟ جايبينك من بيتكم تسمعيه عندي ولا ايه؟ مش فاهمه، مش فاهمه. رايك لنفسك يا ماما، رايك لنفسك يا حبيبتي. نرجع للسرطان. الناس اللي عندها طرف ثالث لا هتعاني شويه. طب الناس اللي ما عندهاش طرف ثالث، الناس اللي ما عندهاش طرف ثالث الشريك بيراقبك او بيتابعك وعايز يجي يرضيك، ولكن هو منتظر الوقت المناسب، مستني الوقت المناسب اللي هيرجع يكلمك فيه. سيبكم منها لان هي تبع حد، يعني ملناش دعوه. سيبوها سيبوها. لازم تخش كده، ما هو انت عارفين، ما علينا. لازم اللايف يعدي 2 3 كده ما شاء الله عليهم عشان ايه؟ يتشتموا. لا دول مش اعداء النجاح، دول عصافير لللايفات التانية، حراميين اللايف. طيب في خير او رزق لامرأة السرطان او لشريكة رجل السرطان. يمكن العلاقة فيها تعب او زعل او معاناة، ولكن هتتوازن، وخصوصا شريك الزواج، خصوصا شريك الزواج. العلاقة اللي فيها طرف ثالث وانت عارف ان فيها طرف ثالث، دي اللي هيبقى فيها معاناة شوية. كيفية تعاملك مع التحديات يحدد مسار كرمتك القادمة. ما تزرعه اليوم تحصده غدا. ابحث عن جذور المشكلة تتوقف عن تكرارها يا السرطان. والله انا شايفة ان ربنا هيراضي السرطان وهيكون عنده انفراجات بإذن الله. لو في حاجة مضايقاكي قولي لي. الشريك النهارده بيقول لك لو في حاجة مضايقاك قول له. حاجة انت مش مرتاح بسببها عرفه. محتاج شوية وقت لنفسي، محتاج يراجع نفسه عشان يقدر يوازن العلاقة مرة أخرى. نفسي احميكي من كل شيء.